عارفين لما بتجوعوا بالليل ويبقى نفسكوا تاكلوا حاجة حلوة وفي نفس الوقت سريعة؟ طب ايه رأيكم نعمل السينابون الحلو اللي قدامكوا ده في أقل من دقيقتين؟ لا سحر ولا شعوذة. سينابون بقى الناس اللي خلقها ضيق ومش بيحبوا الفرهضة والعجن والفرد، بصراحة من وقت ما جربته يعني كل شوية بعمله. هتعمليه في ثواني كده وانتي بتحضري مشروبك. انا مي ودي قناتي ميوش كيتشن. لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة عشان نكمل سلسلة الوصفات السريعة والاقتصادية. ويلا نبدأ وصفتنا. هعمله بالعيش الفينو. طبعا ما تستغربوش، جربوا الأول مش هتخسروا أي حاجة وبعد كده احكموا. ببتدي أفتح الرغيف عادي جدا كده كأني هعمل ساندوتش. حاولوا تختاروا فينو يكون تخين كده وملحم عشان هيدينا نتيجة أحسن. بعد كده بقسمه من النص على 2 بالشكل ده. وجبت النشابة وبحاول افرده بيها كويس عشان يتلف معايا اسهل. بعمل كده بقى في كل قطع العيش اللي معايا. بجد فكرة حلوة جدا عجبتني كمان عشان نستغل الفينو فيها بقى اللي بيكون متبقي عندنا. بعدها ببتدي ان انا ادهن بالزبدة، زبدة كده مسيحاها، وبوزع بقى على كل واحدة شوية من الزبدة بالشكل ده. بعد كده بقى عملت الحشوة، عبارة عن معلقتين صغيرين من القرفة، عليهم 3 معالق من السكر ومعلقة صغيرة من الكاكاو. قلبتهم بقى كده مع بعض كويس، وكده بقى عندنا الحشوة اللي هنحشي بيها. ابتدي بقى اوزع الخليط اللي عملناه ده، خليط القرفة والسكر، على كل واحدة منهم، وهفرده على العيش كويس قوي كده. انا بحب اوزعه كده بظهر المعلقة يعني عشان يمسك كده كويس وما يقعش منه. بعد كده بقى بلفه رول بالشكل ده، كل رول بقى منهم بحطه فوق التاني وابتدي اكمل لف كده. واحد ورا التاني ورا التالت، حوالي 4 أو 5 طبقات على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. وده كده هيعمل لنا سينابوهية كده حجمها كويس. بجيب بقى اي بولة او طبق صغير يكون بيدخل الفرن، وادهنه بالزبدة وابتدي احطها كده في الشكل ده، وهدهنها كمان كده من الوش بالزبدة. بصوا بقى شكلها حلو ازاي. طبعا بقى تقدروا تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. عايزة اقول لكم كمية الحشوة اللي عملناها اللي هي القرفة والسكر دي كفت معايا 3 قطع من السينابون. عملت واحدة تانية كمان وابتدي ان انا احطها في البولة الصغيرة دي، وهدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 5 دقايق في الرف اللي في النص. وبعد كده هنطلعهم وهنشوف هنعمل فيهم ايه. وعملت دي كمان، بس ده العيش كان افتح شوية، ما كانش متحمر قوي زي التاني، وده كان شكلها قبل ما تدخل الفرن. بعد حوالي 5 دقايق طلعتهم من الفرن ومعايا حليب. ابتدي احط بقى على كل واحدة حوالي 3 معالق كبار. هرجعهم تاني على الفرن بقى حوالي 2 3 كده. في الوقت ده هنعمل صوص السينابون بسرعة كده. 3 معالق من السكر البودر، عليهم معلقة كبيرة من اللبن البودر، وكمان 3 مثلثات من الجبنة أو مربعات المتوفر، وعليهم معلقة من الزبدة. اخر حاجة بقى، وده بجد بيودي الصوص ده في حتة تانية خالص، معلقة من بودرة الكريم شانتيه، بجد بتفرق جدا. وبس، ونخفف بقى بالحليب كده ونقلبه كويس. قلبته كده بالمعلقة لحد ما بقى كريمي. وطبعا بقى القوام بتقدروا تتحكموا فيه براحتكم خالص، سواء يعني بتحبوه خفيف او تقيل. كنت بقى طلعت السينابون من الفرن وبدأت ان انا اوزع عليه من فوق كده. وزعت كمان كده شوية من صوص الكراميل وشوية كمان من صوص الشوكولاتة، وقدموه بقى بالشكل ده. احلى سينابون في دقايق. سينابون الغلابة، سينابون المستعجلين. قولولي بقى رأيكم بقى نسميه ايه، اكتبولي تحت في الكومنتات. ممكن بقى ناكلها كده في الطاجن على طول. عايزة اقول لكم حلو جدا، الزبدة والقرفة والصوص اللي عملناه خلوه سينابون فعلا كده طعمه لذيذ. ممكن بقى نطلعه نقدمه في الطبق كده، بيخرج بكل سهولة. نبتدي بقى نحط عليه التوبينج ونقدمه. بصوا الطبقات وحشوة القرفة بجد تحفة. ودي بقى اللي كانت بالفينو الفاتح. خليت الصوص بتاعها كده اخف شوية، زودته كده شوية من الحليب وبقى بالقوام ده، وعليه شوية بقى كراميل كده حلوين. وتعالوا اوريكم شكلها من جوه. سينابون ده بقى ولا مش سينابون؟ الشكل بصراحة سينابون جدا، والطعم والله حلو هيعجبكم يعني يستاهل التجربة. دي بقى عايزة اقول لكم دي بقى عجبتني اكتر، زي ما قلت لكم يعني اعملوه بفينو كده مقلبز وحلو.
عشان يبقى طري من جوه وهش كده زي عجينة السينابون. بصوا بقى التوريقة والطبقات وطري جدا، وعملنا سينابون في دقايق، ما كلفناش اي حاجة. القطعة بقى دي اللي بنشتريها ب60 جنيه عملناها ب6 جنيه. عايزة اقول لكم الصوص الابيض اللي عملته ده ما بيتبقى منه عادي بشيله في التلاجة وبيبقى جاهز لأي مرة تانية. هستنى تجربوه ترجعوا تقولولي رأيكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب، وفعلوا الجرس على الكل، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.